Winter is coming. Winter is coming. Winter's coming. And winter is coming. You don't know, Cole. Winter is coming. Winter is coming. الشتاء قادم وما يحلى الشتاء إذا مو قصص مرعبة. طفي الضوء والبس لك سماعات ومشاهدة ممتعة. ويلكم فيديو جديد على اليوتيوب، ومقطعنا اليوم مليان بالغموض. اليوم يا شباب جبت لكم قصص غامضة ومرعبة بنفس الوقت. مقطعنا اليوم راح يبلش بعنوان البقعة الغامضة اللي حدث للبنت مارغريت، الامرأة التي تركت بقعة غامضة عند مكان موتها. هاي المرة قد كان عمرها وشلون ماتت، كل هاي الامور راح تعرفونها بهذا الفيديو. خلونا لايك. يقال انه تلك الطفلة الحنونة البريئة اللي تركها والدها بمستشفى الامراض النفسية والعقلية، خلوها من كانت طفلة صغيرة. مرت الايام والسنين وكبرت الطفلة مارغريت، اصبح عمرها 53 سنة، ولكن ظلت بقلب وعمر تصرفات طفلة صغيرة. ولان مارغريت مقيمة بالمستشفى من سنوات طويلة بغض النظر عن المرض النفسي والاضطراب العقلي، لكن كان وضعها مستقر، فيسمح لها الاطباء بالتجول داخل المستشفى بكل حرية بدون ما أي شخص يضايقها. بالعكس كان الكل يحبها ويحب تصرفاتها لأن إنسانة بريئة وما عندها أي أذية لواحد. كانت دائما عندها دمية من القماش محتضنتها 24 ساعة، وأيضا تمازح الممرضات بأسلوب طفولي وتحاول دائما أنه تلعب وياهن، ولكن ما حد كان مهتم لها. وهذا التجاهل وعدم الاهتمام كان يجرح مارغريت دائما. بيوم من الأيام تحديدا بسنة 1978 رادت مارغريت أنه تلعب لعبة، واللي هي الكل يعرف هاي اللعبة، لعبة الاختباء. الممرضات يسلك لها اوكي روح اختبي وين ما تردين. اما مارغريت اختبت تجاهلوها واصلا نسوا اللعب وياها وما حد اهتم لها. هنا كانت بداية الاحداث، ما حد انتبه لاختفائها الا بعد عدة ايام، فجرى البحث عنها في كل مكان ولكن ما لقوها. تم إبلاغ الشرطة عن ذلك. بعد عدة أيام وأسابيع عثر عليها أحد العمال في بناية متروكة، وهاي البناية أصلا خاضعة للصيانة بس كانت ميتة. ما حد يدري ليش اختبأت في البناية، وإذا تسأل وتقول ليش ما صرخت وليش ما طلبت المساعدة وليش بقت بمكانها لحد ما توفت. كل اختصار يا شباب وبنات لأن هي مختلة عقليا وما تفكر بهيش طريقة، فبدل ما تترك باب الغرفة مفتوح بالعكس غلقت على نفسها. احتضنت الدمية ونامت على الأرض الباردة، نامت وكانت آخر نومة إلها في الحياة. المهم يا شباب أخذوا جثتها ودفنوها بأحد المقابر المجهولة، وبعد مرور يوم من دفنها يا شباب اجوا عمال النظافة وغسلوا المكان اللي توفت بيه. بعدها غادروا الغرفة وغلقوا الباب وكل شيء انتهى. أكيد وأقولها بدون أي تردد الكل نسى مارغريت. بعد مرور فترة يا شباب اجوا العمال اللي نفس البناء اللي توفت بيه مارغريت وفتحوا باب الغرفة اللي توفت بيها، وهنا كانت الصدمة. شافوا شي فاجأهم، واللي هو كانت اكو بقعة موجودة على الارض لونها ابيض بنفس مكانه على هيئة مارغريت وبنفس مكان ماماتها. الجميع مستغرب من اللي جاي يصير، ولكن ما رادوا يكبرون السالفة وقرروا انه يطمطمونها بيناتهم. استخدموا اقوى مستحضرات التنظيف ولكن ماكو اي فائدة. البقعة ما جاي تنمحي من الارض والسبب غير معلوم. لما وصلت القضية للعلماء والخبراء بهذا المجال قالوا يا معود مجرد كلاوات هاي، ويردون يجذبون انتباه الناس وينكو هيك حكي. المهم اجوا يأدون واجبهم ويفحصون المكان يتأكدون بأنفسهم. ولما فحصوا اثر البقعة يا شباب توصلوا انه هاي البقعة حقيقية، يعني هذا الشيء ما صار بسبب احتكاك الارض بالاسمنت او رش مواد كيميائية، يعني هاي اثر البقعة هي المارغريت. والبعض الاخر قالوا انه هذا الشيء شبح مارغريت يظهر في تلك البناية اللي شهدت على موتها. والله قصة تحير يا شباب. شنو تحرياتكم لهاي القصة؟ قصة مليانة بالغموض. وعلى طار القصة المليانة بالغموض هاي قصة ثانية، والقصة الثانية يا شباب هي قصة اختفاء عائلة بأكملها، وهاي العائلة مكونة من 5 أشخاص وسط ظروف غامضة. ترجع أحداث القصة بيوم 21 يونيو من سنة 2006، واللي شهد آخر اتصال أجراه رب العائلة اسمه سليمان. اتصل بأخوه اللي بمنطقة حائل، كانوا يمه أطفال اللي عددهم 3. زوجته اللي تزوجها حديثا، يعني ما صارها هواي، تزوجها بمنطقة الجوف، وكان مقر عمله الأساسي هو في سجون منطقة الجوف اللي صاير شمال السعودية. المهم يا شباب بعد مرور شهر على هذا الاتصال، أخوه اللي اسمه إبراهيم قدم بلاغ للشرطة
للشرطة بأنه فقد أخوه وجميع عائلته. يابا وين كانوا رايحين؟ كانوا رايحين على طريق صحراوي يربط منطقة حائل بالجوف، ما أعرف يعني الأماكن بالضبط، بحيث أنه بعد خروجه من منطقة الجوف انقطع الاتصال بهاتفه وهاتف زوجته أيضا، وما حد عرف وين مصيرهم. وبمنتصف شهر سبتمبر، أي يعني بعد 3 أشهر، بحيث أنه بعد خروجه من منطقة الجوف اختفوا وصار لهم 3 شهور يا شباب. المهم قام أحد أبناء البادية بالإبلاغ عن سيارة تحمل مواصفات سيارة العائلة اللي انفقدت، ويمها جثة متحللة. وبعد التحقق من السيارة يا شباب تبين أنه هي سيارة العائلة. تم العثور على جثة الزوجة، وهي هاي الجثة اللي متحللة يا شباب لقوها في تحلل تام، وكذلك أيضا جثة الأطفال. والغريب أنه ما لقوا جثة سليمان. وين راح؟ وين ممكن يروح بوسط هاي الصحراء؟ المهم بدأت طيارة تمشط الصحراء يا شباب حتى تعثر على جثة سليمان أو تلقى له أثر. المهم اللي تم العثور عليهم هم فقط الزوجة والأطفال. وواحد من الأطفال يا شباب تبين أنه توفى مبكرا. شلون؟ أنا أقول لك، بحيث لقوه ملفوف بغطاء ومخلينه بالمقعد. والأطفال البقية الثنين اللي بقوا هم ولد وبنت، أيضا واحد حاضن الثاني جالسين بالمقعد الخلفي. الامرأة عرفتوا أنه هي خارج السيارة ملفوه بالعباءة مالتها ومتوفية، وما حد يعرف وش وقت بالضبط توفوا. بعدين اتضح من معاينة السيارة أن الامرأة من كثر العطش اللي مروا به قررت أن تسقي الأطفال من ماء الراديتر. المهم يا شباب مرت أيام على الحادثة، ولحد ما اجى شهر مايو سنة 2008، يعني بعد مرور 2 سنين من اختفاء رب العائلة سليمان. المهم اجى بلاغ انه تم العثور على مجموعة عظام بشرية، وتبين انه يقع على بعد 3 كيلو فقط من موقع حادثة السيارة اللي صارت قبل 2 سنين. لما عرف اخوه بالخبر وحتى يتأكد انه هاي جثة اخوه او لا، انطاهم دليل، وهذا الدليل يا شباب بانه موجود اسنان من الفضة مركبينها بالفك الايمن والفك الايسر لاخوه. وصحيح اكد نتيجة التحليل الطبي صحة الاستدلال. اخيرا تم العثور على ورقة بها ابيات شعرية كاتبتها الزوجة قبل وفاتها، ومكتوب هاي الورقة يا شباب هذا الشعر: ضاعت سنيني في شقاء الغربة، وصارت حياتي بين افراح واحزان، وجابها لي العزيز الحكيم ربي بحكمه، وهذا نصيبي عشت في اشجان وغصون. علمتني الغربة حاجتي للرفاقة، وانا وخلي عشناها بظرافة وختمناها برحلة غريبة، عساها في موازين أعمالنا خير. وهاي هي الأبيات يا شباب. قصة محزنة ومليانة بالغموض. شنو تحرياتكم لهاي القصة؟ وهل الزوج له علاقة بموت هاي العائلة أم لا؟ والله قصة محيرة. اكتبوا لي تحرياتكم بالتعليقات. ولا هنا وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.